يعتبر زيرو سالم أحد الفرسان الشجعان الذين تهابهم الكتائب وتفر منهم الأبطال، حيث استمر في القتال إلى أن عرفت قبيلته باسم قبيلة القاتل. وقد عرف زيرو سالم من خلال شعره العاطفي وبسالته وحزمه، وهو أحد شعراء الجاهلية وله ديوان شعر. تعتبر سيرة حياة زيرو سالم واحدة من أهم السير التي عرفها تاريخ الملاحم العربية، إذ لا زال اسم زيرو سالم ينطق على شفاه العديد من الأشخاص في الكثير من الدول العربية، فهو معروف من خلال ذكره في الأدب العربي ومن خلال المعلقات والمأثورات الفلكلورية أو الشفهية. ومن الجدير بالذكر أن الشعر النضالي ظهر في تلك الفترة، وذلك بسبب الحرب التي دامت مع البسوس لمدة 40 سنة، علما بأنه قد اشتهر في فترة حياة زيرو سالم العديد من الأشخاص، منهم اليمامة وأمها الجليلة وكليب الذي قتل في منطقة واقعة ما بين فلسطين ودمشق. وقد اشتهر زيرو سالم برثائه لأخيه بقوله: كليب لا خير في الدنيا ومن فيها، إن أنت خليتها في من يخليها. كليب أي فتى عز ومكرمة، تحت السفاسف إذ يعلوك سافيها. نعى النعاة كليبا لي فقلت لهم، مادت بنا الأرض أم زالت رواسيها. وأما عن موت زيرو سالم وموقع قبره فقد اختلفت الآراء حول تحديد العام الذي توفي فيه زيرو سالم، حيث قالت بعض الآراء بأنه توفي خلال العام 500 ميلادية، أما الآراء الأخرى فقد استقرت على أن وفاته كانت في عام 525 ميلادية أو في عام 530 ميلادية. وجميع تلك الآراء تشير إلى أن زيرو سالم كان قد توفي خلال الجزء الأول من القرن السادس الميلادي. وتعددت الروايات حول وفاة زيرو سالم، فقيل إنه توفي خلال زيارته لأخواله، وقالت رواية أخرى إنه أسر على يدي عمرو بن مالك في بلاد البحرين. وبالرغم من أنه كان معززا مكرما خلال وجوده هناك، إلا أنه ثمل ذات يوم وبدأ يتحدث عن أمجاد قبيلة تغلب، مما أغضب عمرو بن مالك، فحلف ألا يقدم له النبيذ أو الماء أو اللبن لمدة 5 أيام، مما تسبب في هلاك المهلهل. وفي رواية أخرى قالوا إن زيرو سالم عندما كبر في السن بدأت قواه تضعف، علما بأنه كان يهتم بطعامه ويشرب المدامة، إضافة إلى أن بنات أخيه كن يساعدنه ويخدمنه. إلا أن الشعور بالوحدة والضيق لم يفارقه، فطلب من ابن أخيه الجرو أن يرسله للتنزه في أنحاء البلاد، فاستجاب الجرو لطلبه وجهز له هودجا مع عبدين لخدمته في الطريق، وأعد له العدة والعتاد حتى لا يحتاج إلى أي شيء خلال طريق السفر. وبدأت رحلة زيرو سالم إلى أن وصل إلى منطقة قريبة من بلاد الصعيد، وقد بلغ تعب العبدين أشده، فاتفق العبدان على التخلص من زيرو سالم وقتله، ثم العودة إلى البلاد وإخبار أهله بأن المنية واتته خلال الطريق. إلا أن زيرو سالم فهم مقصد العبدين، فقال لهما إنه يشعر بأن منيته قد اقتربت وبأنه يرى القبر أمامه، ولذلك فإنه يريد من العبدين إبلاغ أهله بوصيته وإنشادهم بيتا من الشعر هو: من مبلغ الأقوام أن مهلهلا، لله دركما ودر أبيكما. وأعاده زيرو سالم عليهما حتى حفظه جيدا، وما إن حل المساء حتى قتله العبدان ودفناه تحت التراب. وعاد إلى المدينة وأخبرا الجرو بأن زيرو سالم قد توفي، وأخبراه بوصيته من خلال بيت الشعر، إلا أنه لم يفهم معناه، فاستدعى شقيقته اليمامة التي تتميز بذكائها وأخبرها بوفاة عمها، فحزنت عليه ولطمت وجهها، وقالت لأخيها إن عمها لا يقول أبياتا ناقصة، بل قصد أن يقول: من مبلغ الأقوام أن مهلهلا، أضحى قتيلا في الفلاة مجندلا، لله دركما ودر أبيكما، لا يبرح العبدان حتى يقتلا. وتم القبض على العبدين وتم تعذيبهما حتى اعترفا بذنبهما، فقتلهما الجرو. ومما يجدر ذكره أن زيرو سالم تميز بمقدرته على الأخذ بثأره خلال حياته وبعد وفاته،
وتشير الروايات المختلفة إلى أن الزير سالم لم يقتل في إحدى المعارك، بل مات بطريقة عادية أو مقتولا بعد أن كبر وطعن في السن.